نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، تكون مثلا 200 جرام أحمر و50 جرام دهن، تكون ملبسة كده شوية، وكوباية حمص مسلوق، يكون مسلوق سواء كامل، تكون مستوية قوي كمان، الحمصية كده تكون مستوية وطرية، وصفيها كويس جدا من المية. ومعايا كوباية برضو مليانة من البقسماط الناعم، ومعايا هنا 2 بيضة، ومعايا كيس من بهارات البرجر اللي هي الجاهزة أو من عند العطار السايبة، بهارات البرجر حوالي معلقة كبيرة كده مليانة، ومعايا نص معلقة كبيرة من بهارات اللحمة، ومعايا رشة من الفلفل الأسود أو الأبيض اللي زي ده، ومعايا رشة من جوز الطيب، ومعلقتين صغيرين من البصل باودر، ومعلقتين صغيرين من الثوم الباودر، ومعلقة صغيرة من الملح. همسك بقى المقادير دي كلها كده الاول كده بايديا كده اقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده نجيب الكبه بتاعتنا او تخرجيهم كده على المكنه بتاعت الجزار، تفرميهم تنعميهم قوي، يقولوا انا عايزه انعمهم، او في الكبه عندك لو عندك كبه كويسه تنعمهم كويس جدا عشان الحمص. انا طلعت قطعه كده صغيره من الدهن بالشكل ده اللي هو الدهن بتاع الكفته والحواوشي، قلت احطها عشان اللحمه ما كانتش ملبسه قوي عندي. هنا بقى للامانه انا زودت هنا الكميه، خليت نص كيلو يعني ربع وربع، يعني انا عامله المقدار ده مرتين، بس انا قلت لكم على مقدار ربع كيلو، انا عملت نص كيلو. تمام، زودت هنا المقدار. انا بقى فرمتهم كلهم كده ونعمتهم كويس جدا في الكبه، هديهم برضو كده دعكه كده حلوه مع بعض عشان اللحم والتوابل كلها كده تتجانس مع بعض. معايا بقى هنا، بصوا بقى اللحمة كلها بيور ناعمة جدا، اللهم بارك، ريحتها كده سكر. معايا بقى غطا برطمان، اي غطا برطمان عندك، وتجيبي كيس من اللي هو بتاع اكياس التلاجة، انا فرداها كده وقسمها نصين اللي هي الاكياس التلاجة، بكور كده الكورة واحطها واقفلها كده بالكيس، وبايديا كده بضغط كده على الكورة في قلب البرطمان، بتطلع بقى الشكل القمر ده، شكل البرجر الجاهز بالظبط. نجيب السكينة بالظهر السكينة كده، واروح جايه عامله خطوط طويله بالشكل ده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ اللهم بارك. واغلفها كده في الكيس بتاعها واركنها. عندك الشكالة بتاعت البرجر اللي زي دي، اعملي عليها، نحط برضو كده الكيس عليها، كيس اللي هي الاكياس التلاجة زي ما قلت لكم، اسمى الكيس 2 بالشكل ده، واروح جايه ايه مكوراها وعاملاها، بتدي بقى الشكل ده على طول. سواء عندك المكنه بتاعت او الشكاله بتاعت البرجر، او مش عندك يبقى البرطمان. وعلى فكره البرطمان سهل جدا وشكله بيطلع تحفه، احسن من التشكيله بتاعت البرجر على فكره، وسهل خالص. هخلص بقى الكميه وكل برجرايه كده في قلب الكيس بتاعها، بحيث لما تحفظيهم في الفريزر كل برجرايه بالكيس بتاعها مغلفه، وما شاء الله اللهم بارك بيرمي معاكي كمية رهيبة. كفاية بس حاجة انت عاملاها بايديكي ومقاديرها جميلة وسهلة وبسيطة، وطعمه بقى في حتة تانية خالص، اللهم بارك. مش حاطة اي مدى ترفعه خالص، ولا بيكنج باودر، ولا رشة خميرة، ولا رشة جيلاتين زي ما بسمع كده، ولا اي حاجة. هي المقادير اللي قدامكم اللي انا ذكرتها فقط لا غير. خلصت كده الكمية، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طيب دلوقتي بقى لو انت هتشتغلي على طول، يعني هتعملي الغدا للاولاد مثلا، عادي اشتغلي على طول. عايزه تحفظيهم في الفريزر، هتحفظيهم زي ما هم كده فوق بعض عادي، رصه زي عمود كده صغير، وتحطيه في الفريزر بيبقى زي الفل معاكي. بصوا بقى دي بتاعه الغطا، شايفين مفيش فرق خالص اطلاقا بينها وبين تشكيله البرجر. تعالوا بقى نقليها كده نقطتين اتنين كده في قلب الجريل، زيت نقطتين اتنين مش كتير، وروح جاي حاطين كده. انا عملت في الوقت ده 2، ورجعت تاني عملت ما شاء الله الجريل الكبير، اللهم بارك، كان عندي حد كده عايز يدوق البرجر، عملت كمان 6 غير الاتنين دول. بألف هنا وشفا لكل اللي داقوا وشافوا كمان. بص بقى النار بتبقى عادي وسط، ما يتشمع وياخد لون كده بسيط، يقلبيه على الوجه التاني بالشكل ده، وتروحي جاي برضو مديله قلبه كمان، وتطفي النار، ما تنشفوش البرجر، لحم رقيق مش بيستحمل، مفروم وناعم جدا. والحمص يا بنات طعمه ما بيبانش اطلاقا، بالعكس طعم البرجر بالامانه زي الجاهز بالظبط، زي العسل، طعمه كده سكر، لازم تجربوه. جربي كده في ربع كيلو وادعي لي بقى. هنا بقى عملت ايه شويه مشروم كده، دي يعني حاجه اختياري لو عندك. كان عندي ربع كيلو مشروم في التلاجة في الفريزر، طلعته كده وخرطت بصلتين يتبلوا كده جنب مني في القلايه، مع معلقه زبده او زيت، وخرطت كده المشروم كده في ساعتها، ورحت جايه شقلاه عليه،
مع رشه فلفل اسمر ورشه ملح بسيطه، وشوحت كله كده مع بعضه. عايزه اعزز اللون، حطيت معلقه واحده بس من صويا صوص، تشويحه كده، والبصل يعني كرمل معايا، ورحت طافيه النار. لازم بقى اعيشهم اجواء المطاعم. خلصنا كده شويه المشروم بتوعنا، مطرح القلايه بتاعه البرجر، والقلايه سخنه كده ومهديه بقى النار شويه، رحت جايه مهديه النار خالص، واديت لسعه كده، او يعني لون كده بسيط للعيش بتاع البرجر. وطفيت هنا النار، انا هنا طافيه النار، القلايه يعني سخنه زي ما هي كده سخنه. رجعت كده عليها البرجر، وحطيت عليها شرائح اللي هي الجبنه بتاعه البرجر دي، اللي هي الشيدر. تاخد بس يعني الزهد بتاع القلايه. انا مش عايزه اسيحها، انا عايزه بس اخليها طريه زي بتاعه المطاعم بالظبط، زي ما بتتقدم كده لينا، تبقى شريحه الجبنه كده متماسكه زي ما هي على البرجر، يا دوبك بس طريه بس. هنا بقى شويه كاتشب، على شويه توميه، شويه مايونيز، اي بقى صوصات عندك دلعيهم بقى، اي صوص عندك ان شاء الله، حتى كاتشب لوحده. ممكن ما تحطيش حاجه خالص كده. انا عن نفسي انا كاسماء باكله ساده، ولا جبن ولا صوصات ولا اي حاجه، ممكن احط شويه كاتشب. لكن انا عن نفسي بحب اكل الحاجه الساده جدا. انا بعمله هنا كده للاولاد، رائح طماطم، شويه كده خس كابوتشا، اي حاجه بقى دلعيهم. طبعا هنا نسينا حاجة، بس تعالى بس ما اوريكم البرجر كده السكر سخن، ما كنتش عارفة امسكه. بصوا الجبنة بقت طرية كده من الزهد بتاع القلاية، والبرجر اللحم كده سكر، اللحم كده دايب، وشوية البهارات فيه يا بنات عسل نحل. احنا بقى كنا نسينا المشروم بالبصل، نسينا خالص. ودي اهم تركية بقى بتحلي صراحة البرجر اكتر. البصل المكرمل واخد لون كده تحميرة مع المشروم في حتة تانية خالص. رحت جايه كده مظبطه، وحاطانا بقى الدبل كده مع بعضه، حاجه كده ما شاء الله اكس لارج ده بالخله او العصايه بتاعت الشيش طاووق كده، وعملنا احلى سندوتش برجر تكليف حياتك. وشويه البرجر بقى التانيين رحت جايه حطاهم في قلب الفريزر. بعد كده بقى لسندوتشات الاولاد، لاي طاقه غدا للعشاء، حاجه كده اللهم بارك، بينفع كتير. بصوا هنا حجم البرجر ده حجم عيش البرجر بالظبط، وما بيكشش اطلاقا، حاجه كده اللهم بارك. المقادير كده على السريع: ربع كيلو من اللحمه تكون ملبسه شويه تمام، لها كوبايه من الحمص المسلوق سوا كامل ومتصفي، وكوبايه كمان من البقسماط الناعم، واتنين بيضة، وكيس من البرجر الجاهز، ونص معلقة من بهارات اللحمة، ونص معلقة صغيرة من فلفل الأبيض أو الأسود، ومعلقتين صغيرين بصل باودر، معلقتين صغيرين توم باودر، معلقة صغيرة من الملح. ونقلب كل ده كده مع بعضه بألف هنا.